Anyway, Mr. President, there are so many agendas. على أي حال سيد الرئيس، هناك أجندات عدة حول سوريا والعراق. هل تعتقد أنه من الممكن في ضوء وقوف إيران في جانب والسعودية في جانب آخر وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، كيف يمكن التعامل مع مختلف هذه الأجندات؟ ده صحيح. عندما يعني تتلاقى الأهداف في أهمية إنهاء الأزمات في العراق وفي سوريا وحتى في ليبيا، وما بقاش في اختلاف، لا أمكن بين القوى العالمية والقوى الإقليمية ممكن يبقى في حل لهذه الأزمات. ومهم أوي إن احنا نوجد لها حل حتى لا تتنامى الأنشطة الإرهابية والعناصر الإرهابية. استمرار الحال في هذه الدول هو بيئة خصبة جدا لنمو عوامل التطرف والإرهاب اللي هتهددنا كلنا، وده أمر لازم يكون واضح للجميع. لابد من تكاتف الجميع من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف وإيجاد حلول مناسبة يتوافق عليها الجميع في هذه الدول. سيد الرئيس، هل تعتقد أنه من الممكن إشراك قوات مصرية في عمليات سلام في سوريا في إطار عمل الأمم المتحدة؟ من المفضل أن القوات الوطنية، الجيوش الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة. الأولى لينا إن احنا ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب. نفس الكلام في سوريا، نفس الكلام في العراق. السيد الرئيس، عندما تشير إلى الجيش الوطني على سبيل المثال في سوريا، هل تقصد بذلك الجيش السوري؟ نعم.